اجيب بقى البامية كده واكون مقطعاها شرايح. انا البامية دي كنت مفرزاها، بصوا بقى عشان هي متفرزة صح معانا و10 على 10 هتطلع معانا بمنتهى السهولة. بصوا مجرد ان انا بطلعها بفكها بايدي، ولا متلجة ولا ماسكة في بعض ولا اي حاجة. ليه؟ عشان هي متفرزة صح. طب انا فرزتها ازاي؟ انا مفيش، جبتها وغسلتها وسبتها تنشف تماما، مينفعش اشيلها وفيها نقطة مية. خلاص هحطها على النار وهي متلجة كده زي ما انتوا شفتوا. هعمل ايه بقى هنا؟ انا جبت فلفل، نص فلفلايه كده احمر ونص فلفلايه سبايسي ومعلقه توم كبير، وهضرب الكلام ده في الكب. خلاص ما عندكيش فلفل احمر حطي فلفل اخضر. وهي كده على النار انا مشغلاها من غير ماده دهنيه ومن غير اي حاجه، لازم تتحط على النار وهي مجمده كده زي ما انتوا شايفين. هننزل بقى عليها بالثوم والفلفل ونقلب كده، مينفعش اسيبها تفك. لو سبتيها تفك مش هتبقى معاكي فريش، لكن هي بالطريقة دي هتبقى فريش واكنك لسه جايباها من السوق. بصوا منظرها اللهم بارك، ولا ما اقولكوش على الطعم بقى والريح. خلاص هكون مجهزة شوربة بقى، شوربة فراخ، شوربة لحمة، مرقة، اي حاجة عندك اشتغلي بيها. هننزل كده على البامية. يعني مش هنغطيها قوي، هي يا دوبك ايه مقدار الشوربة زي ما انتوا هتشوفوه كده. بصوا ما تبقاش مغطيها قوي عشان ما تطلعش معاكي ماي. هنديها ايه نص معلقة من الفلفل الاسود ونص معلقة من الملح بس، وهنسيبها بقى نغطيها. هنقلبها تقليبة، هنغطيها اول ما هتغلي معانا هنروح مهديين النار عليها. يعني بصوا اول ما هتغلي معانا بالمنظر ده هروح مهدية النار عليها 10 دقايق ربع ساعة، وهتلاقيها بقت معاكي زبدة. بصوا اكنك لسه شارياها من السوق وطازة. محد يعني لا يمكن حد يقول انها متفرزة ابدا، والطعم خطير بجد. جربوا الطريقة دي هتعجبكم جدا. بصوا هنا كانت استوت تماما بعد ربع ساعة. عندك بقى هاند بلندر هتعمليها بهرسة البطاطس، هتعمليها بالشوكة، بس انا بحبها في الخلاط عشان انا بحبها بيوري خالص، ما بحبش فيها قطع. فبضربها كده بيوري زي ما انتوا هتشوفوها كده. هجيب بقى حلة واحط فيها معلقة من السمنة. انتي هنا بقى عايزة تعملي طشة تحطي توم وكزبرة تمام، بس انا حاطة التوم من جواها عشان ما تبقاش حامية قوي ويبقى طعمها كده هادي. هي انا اكتفيت بمعلقة سمنة، انتي ممكن تعملي الطشة زي ما قلتلك. وهنزل بقى بيها كده برضو زي ما اتفقنا. مش بتحبيها بيوريه وعايزاها قطع يبقى اعمليها بالشوكة او بهرسة البطاطس، او حتى لو في الخلاط اديها تكة واقفلي على طول، ما تكتريش عليها زي لو مش بتحبيها بيوريه بس. وطبعا عملنا جنبها بقى بتنجان مخلل وويكا، يعني بصل ما فيهاش كلام. بصوا بقى اللهم بارك، احلى ويكا ممكن تدوقيها في حياتك بجد. جربي الطريقة دي هتدعيلي عليها بجد، طعمها تحفة وخطير، وممكن تجيبيها وتفرزيها وتقعد معاكي طول السنة. وبألف هنا عليكم.